السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي متابعيني في أي مكان. برحب بيكم، أهلا وسهلا بيكم، شرفتونا ونورتونا. لو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي يا ريت تشتركوا في القناة من خلال كلمة اشتراك، وطبعا تحطوا اللايكات فضلا وليس أمرا عشان القناة تكبر بإذن الله، وتكبر بيكم بدعمكم ليا طبعا. وتكتبوا لي في التعليقات انتوا حابين نتكلم معاكم عن أي موضوع وحابين أشرح لكم ايه والكلام ده كله. اكتبوا لي في التعليقات وأنا بإذن الله تحت أمركم. طب هنتكلم النهاردة عن ابني في رابعة ابتدائي. الشكوى دي بلاقيها كتير جدا 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 وبسمعها كتير، والأولاد اللي عندي في رابعة ابتدائي أمهاتهم بتشتكي من الشكوى دي. ابن في رابعة ومش ملاحقين على المواد، يعني مش ملاحقين على ساينس وماس وعربي وإنجليزي وبتاع ده ودراسات، ومش ملاحقين وكونكت بلس، وبيزودوا المواضيع وتكنولوجيا واي سي تي والكلام ده كله، ومحتارين هم ينظموا وقتهم ازاي ويذاكروا مع اولادهم ازاي. طيب حابه اطمنكم في الاول كده في البدايه من خبرتي كأم ومن خبرتي كمدرسة. المنهج ده معايا من يوم ما ابتدى، اللي هو المنهج الجديد ده، أو من يوم ما ظهر المنهج الجديد واحنا بنديه الحمد لله بفضل الله. طيب المنهج الجديد سهل جدا جدا جدا، الامتحانات بتيجي سهلة جدا جدا جدا، الطالب بيحل بمنتهى السهولة، والامتحان بيجي وعاد معروف، والمنهج عاد في متناول الجميع. يعني ايه؟ يعني المدرسين عرفوا المنهج وتيقنوا منه كويس جدا، وقعدوا بيشرحوه بأكتر من طريقة، وعرفوا الأسئلة عليه ازاي، وبيدوا أسئلة كتير وبينوعوا في الأسئلة. عرفوا الامتحانات بتيجي ازاي، الأولاد نفسهم عادوا عارفين الأسئلة بتيجي ازاي، لأن خلاص احنا بقالنا دلوقتي حوالي 5 6، قول بقالنا 3 سنين بمنهج رابعة ده بيدرس. طيب الكلام ده مش لبتوع رابعة بس، لبتوع رابعة وخمسة وستة وأولى إعدادي، كل المنهج الجديد بقى. أول حاجة التقييمات بقت من سنة أولى، عاد في تقييم كل أسبوع، الوزير مطلعه اللي كل أسبوع بيبقى فيه تقييم في المواد، سؤال كده على الحاجات اللي هم أخدوها طول الأسبوع. طيب في تقييم في الأسبوع يعني في مذاكرة يومية، الحاجات اللي احنا اخدناها لازم نذاكرها. طب هنلاقي وقت ازاي يا مثل الكلام ده كله؟ اول حاجة خليكي ام ذكية كده، وخليكي ام واعية ازاي تقدري تنظمي وقتك ووقت اولادك بطريقة سهلة جدا وبطريقة بسيطة. ما تعقديش الدنيا ولا تصعبيها على اولادك. وعلى فكرة الطاقة بتاعتنا والشحنة اللي جوانا بنطلعها وبنخرجها لاولادنا. يعني لما تكون انت عصبية وترصلي كم كتب كده قدامك عشان خاطر تعالى يلا هنذاكر مش عارفه ايه، لا هنذاكر ايه، لا علينا مذاكرات كذا، لا علينا واجبات كذا، لا علينا ايه، لا عليك درس بكره في كذا، علينا حفظ كذا. فبتعقدي الولد، خلاص الولد بيحس اللي هو تايه ونهايته تكون بالنسبه له مش عارف ينجح في حاجه او عارف يخلص حاجه، ونخلصها بيبقى مخلصها بعصبيه وضغط. طب الحل ايه؟ الحل يا حبيبتي خدي يعني نفس كده عميق كده وتنهدي كده وقولي اللي رابعة دي هتفوت زي ما في سنوات كتيرة قبلها فاتت وحاجات كتيرة أصعب فاتت، وهي مش نهاية العالم سنة رابعة. أهم حاجة تكونوا واثقة اللي ابنك أو بنتك متأسسين كويس. لو ابنك أو بنتك متأسسين كويس طبعا زي ما بنقول كده نامي وارتاحي. ليه؟ لأن خلاص هيعرفوا يقرأوا السؤال، هيعرفوا يحلوه. الامتحانات زي ما أنا قلت بتيجي في متناول الجميع، وبتيجي أسئلة موضوعية مش مقالية. يعني أنا أفتكر أسئلتنا وإحنا صغيرين كانت بما تفسر، علل، صح وغلط مع التعليل، يعني صح صح ليه، غلط غلط ليه، أكمل. كان الامتحان بيجيلنا من الجلدة للجلدة تقريبا، ما كانش بيسيبوا ولا سؤال. وانتوا زمانكم فاكرين الأسئلة دي، ولا سؤال قال لما كانوا يجيبوا اكتبوا المصطلح العلمي وما المقصود بكل من. كان بيجيلنا كل الأسئلة مقالية وكنا بنكتب لما خلاص يعني بنكون فاهمين وحافظين المادة صم. لكن الوقت بيجيلهم صح وغلط واختياري وأكمل من فوق، من العبارات من فوق أو من كلمات من فوق، يعني مفيش أي حاجة صعبة بالنسبة لهم خالص. والسؤال ممكن اللي يبقى صعب بما تفسر وبنلاقيه الأسئلة بتاعته جاية سهلة خالص. طب سؤال بما تفسر صعب ليه؟ مش صعب عشان هو السؤال صعب في حد ذاته، لأن هما ما أخدوش على أسئلة بما تفسر وما النتائج غير السنة دي لسه أول مرة يشوفوها. فعشان نعدي الأزمة بتاعت بما تفسر وما النتائج اللي هم فاهمين السؤال بس مش عارفين يعبروا عنه، هنعديها ازاي؟ هنعديها بالحل الكتير. يعني ايه؟ يعني حل كتير، يتدرب على أسئلة كتير. هات أسئلة وقولوا له، يعني قول إجابتك بالعامية كده،
آي. طيب تعالي نترجمها بقى باللغة العربية. عشان دي تبقى بسبب، لأن، بسبب، نتيجة كذا، يعني نخليه بقى يتدرب، وكتر ما هيتدرب على الإجابة حتى لو مش عارف يحولها اللغة العربية الفصحى، واحنا قلنا له خلاص انقل الإجابة من قدام، يشوفها من قدام ويذاكرها من قدام، هيعرفها مرة في مرة في مرة، هيكتب هيعرف. طب أذاكر مع ابني ازاي عشان أعرف أنظم وقتي في كمية الكتب دي، وبين الدروس والواجبات بتاع المدرسة وواجبات الدروس والمكتب لو بيروح مكتب وحفظ قرآن والكلام ده كله، أوفق بين الكلام ده كله ازاي؟ أول حاجة يا حبيبة قلبي، كوني منظمة لوقتك. لما تكوني منظمة لوقتك هتنظم وقت أولادك، أو أولادك هتنظم وقتهم غصب عنك. ليه؟ لأن انت حياتك منظمة ومرتبة، خلاص عارفة انت بتخلص شغلك امتى، عارفة بتكوني قاعدة معاهم امتى، بتكوني فايقة لهم امتى، فاضية لهم امتى، الكلام ده كله. طيب تاني حاجة، لما يجوا ما تقولهمش يلا تعالوا هنحل كذا وهنكتب كذا زي ما انا قلتلك، والكلام ده كله بيحسسهم اللي هم وراهم حبل المشنقة هتلف حوالين رقبتهم، وبيزهقوا وبيتعصبوا وبيكونوا عندهم ضغط كبير جدا، وبيكونوا قاعدين مش طايقين نفسهم. لكن انتي اول ما يجوا كده من المدرسة تغديهم وتشوفي سندوتشاتهم والكلام ده كله او اكلهم، تقعدوا تحكوا مع بعض شوية، يغيروا هدومهم، ما تاخدهمش كده على الحامي كده، عملتوا ايه النهارده، كان كذا النهارده، هم لسه جايين، خلوهم ياخدوا نفسهم كده. جربي انت لما تكون داخله من الباب وجايه من مشوار طويل مثلا مدته 5 ساعات، وبين حد بيقولك اسكتي، وحد بيقولك طلعي، وحد بيقولك اكتبي، وحد بيقولك قومي اقفي، وحد بيقولك اخرجي، وحد كذا، هتلاقيكي جايه خلاص فاصله. فلو حد بس يجي يكلمك كلمه واحده ممكن تولعي فيه وانت داخله على طول، بتهيصي بقى وبتزعقي والكلام ده، ارحموني سيبوني ارتاح شويه، الكلام ده كله. فده على لسان الأولاد، فخلوهم يرتاحوا كده، يغيروا هدومهم، يتوضوا، يصلوا مثلا، يقعدوا ياكلوا ويحكوا معاكي، يلعبوا ويهزروا شوية، وبعدين تشوف مواعيد دروسهم وتنظموا وقتك. الدرس هيخرجوا قبله بقد ايه؟ طيب الوقت اللي قبل الدرس ده هيراجعوا، هيحضروا الدرس الجديد اللي هياخدوه في الدرس، وهيراجعوا على الدرس القديم او الواجبات، يشوفوا يتأكدوا هم عملوها ولا ايه، يبصوا بص على الدرس عشان لو يسألوا فيه، الكلام ده كله. طب خلصوا دروس وخلصوا واجبات، هتذاكروا لهم ازاي؟ زي ما انا قلت، طريقة مذاكرتك انت الأحسن مش مادة واحدة في اليوم خالص. يعني غلطان اللي يقولك ذاكري مادة واحدة في اليوم عشان تثبت في دماغهم أو كده، لأ، حاولي تخلوهم 3 مواد أو مادتين في اليوم. يعني ايه؟ يعني النهاردة مثلا عربي ودراسات، هيذاكر درس جديد أو صفحة جديدة مثلا، وهتراجعي له على حاجة قديمة، مش شرط مراجعة على كل اللي فات القديم. يعني مثلا لو هو في الموضوع التاني في اللغة العربية، ذاكري له الدرس اللي هو عليه الدور، وهاتيله درس من الموضوع الأول. وخليكي ذكية كده، يعني ما تهدريش وقتك في الفاضي. زي مثلا مادة اللغة العربية، ما تجيبلوش مثلا قصة استماع وتقعد تسألي فيها، لا، هاتله مثلا نص أو درس فيه معاني هتحفظ، اسألي في المعاني اللي عندها أو جنبها علامة كتاب المدرسة دي، لأن هي دي اللي بتيجي في القراءة المتحررة، اسألي فيها. هاتله مثلا نص، اسألي فيه أو له سمعه. هاتله مثلا سؤال بما تفسر، سؤال سيبك من صح وغلط والكلام ده كله، لأن ممكن يعملوا ايه بالصدفة كده، أو يكون سمع قبل كده فيعملوا كده. قلت له سؤال بما تفسر، سؤال من النتائج. يعني خليكي ذكيه، خلي الوقت اللي انت هتقعديه مع الاولاد وقت مثمر، يعني وقت ليه حصيله، مش وقت اي كلام بقى وضاع الوقت على الفاضي، وما قعداه يا عيني من العصر لحد الساعه 12 بالليل وهو ما ذاكرش حاجه ولا استفاد حاجه. لا، درس من الجديد مع درس من القديم على طول. الحل هو 90% من المذاكرة. أنا ما اقتنعش اللي حد ذاكر ويقول أنا ذاكرت وخلصت من غير ما يحل مرة واتنين وتلاتة، مرة النهاردة التدريبات دي، مرة بكرة الصفحة دي، مرة بعده امتحانات المحافظة دي، تنقله كده الأسئلة اللي خدها في الدروس يحلها. يحل من كتاب المدرسة، يحل من أي شتات على الجروبات، من أي حاجة، المهم هو يحل ويطبق على الدرس. طب أنا أعرف منين الحل هو صح ولا غلط؟ ممكن نرجع للدرس، أو ممكن لو أنا بذاكر مع ابني أو بنتي عارفة وعندي خبرة عن الأسئلة، هعرف الإجابة إذا كانت صح أو خطأ. طب مش عارفة، أنا ممكن أقطع له الورقة دي اللي هو حللها دي، أو أصورها للمدرس بتاعه اللي هو بياخد عنده درس، أو المدرسة، أقول لها لو سمحت علميلي دي أو صححي لي دي. طيب ما فيش مدرسة او كده، ممكن اراجع الاجابات من ورا، اجابات الملخصات كلها محلولة ورا، ممكن اراجعها اشوف حله صح ولا غلط. في اكتر من حل، ممكن اراجعها مع ناس على الجروبات، لو سمحتوا يا بنات، او لو سمحتوا يا ماميز، لو سمحتوا يا امهات، اي حاجة زي ما احنا بنشوف اجابة السؤال ده وايه، اجابة السؤال ده وتحل ايه.
كذا، عادي خالص، كل الناس بتقدم مساعدات، بس انت بس حاولي واجتهدي، ما تقوليش انا ما بعرفش، انا مش فاهمة حاجة، بتشيلي ابنك يا عيني همك وهمه وهو مش ناقص. يبقى ترتبي وقتك، المادة تتحل درس قديم مع درس جديد، يحل على طول أكتر من المذاكرة، يعني أكتر من وقت المذاكرة خصصيه للحل. الخطوة اللي بعد كده إن كل 3 أيام تراجعي له على الحاجة اللي هو خدها، يعني ما تقولوش هو لسه واخدها امبارح اهو ملحقش ينساها، لا اديله حاجة جديدة، لا تراجعي له على طول على القديم، وتخلي أغلب مذاكرته كتابة. يعني سيبك انت من اللي هو ذاكر يا حبيبي تديله الكتاب وهو فاتحه قدامه وعامله كده، ده تعرف على طول اللي ابنك ما بيذاكرش ولا حول ولا قوة ليه وبيضيع وقت على الفاضي. لازم يكتب ورقة وقلم تلخيص الدرس، مثلا أهم النقاط في الدرس، شرح الدرس، يخرج منه حاجة انت طالباها منه، يكتب أهم الأسئلة اللي جت في الدرس، ده تعرفه اللي هو بيذاكر على طول. لكن لو هو بيقرأ كده تعرفه على طول اللي هو ما بيذاكرش. تاني حاجة وأهم نقطة من النقاط دي، تحاولي تخليه يشرح لك الدرس. يعني ايه تحاولي تخليه يشرح لك الدرس؟ يعني الحاجة ذاكرتي يا حبيبي طب وضح لي كده انت فهمت ايه، اشرح لي كده، خليه انت كأنه هو المدرس وانت الطالبة عنده، او كأنه هو الام والاب وانت الابن عنده. اشرح لي كده فهمت ايه، احكي لي انت فهمت ايه، خليه يحكي لك باسلوب هو فهم ايه، فهم ايه من الشرح، فهم ايه من الدرس، ايه النقاط اللي عدت عليه. طيب الخطوة اللي بعد كده واحنا بنذاكر، يا ريت نهيئ لهم الجو المناسب، يقعد في مكان منظم، مكان مرتب، إضاءة كويسة جدا، مكان فيه هوا كويس رايح جاي كده عشان يتنفس كده وحاجة تصحصحهم كده، وبلاش نبعد عن جو السراير والبطاطين والكلام ده، خاصة ان احنا داخلين على جو البرد والشتاء. الخطوة اللي بعد كده، يا ريت نبعد عن اي مشتتات ليهم، يعني ما نكونوش قاعدين نذاكروا احنا مشغلين جنبهم كاسيت، او مشغلين جنبهم فيلم، او مشغلين جنبهم مسلسل، او حتى احنا ماسكين التليفون وقاعدين نتصفح فيه كده. هما للاسف بيتشتتوا على حسبنا، يعني احنا عم ماسكين التليفون بنعمل كده حتى لو مش مطلعين صوت او حاجة، هما تلاقيهم قاعدين ودانهم وعينيهم معانا وتركيزهم معانا كله بيشوفونا احنا بنعمل ايه. فيا ريت نبعد عن اي تشتيت خالص ليهم. وهي دي اعتبر اهم النقاط. لكن سنة رابعة كويسة جدا جدا، وعلى حسب ترتيب وقت جدولك ازاي. يعني إن لو هو مثلا عليه بكرة عربي ورياضيات، يبقى النهاردة هيكون مذاكر العربي والرياضيات. لو عليه مثلا علوم وانجليزي او ساينس وانجليزي، هيبقى مذاكر الساينس والانجليزي اليوم اللي قبله على طول، محضر للدرس ومراجع درس قديم على طول وحلل عليه ومفكراه بأسئلة الدرس القديم مراجعة عليه. ده أهم النقاط. لو انت اتبعتيها إن شاء الله رابعة هتعدي، وخمسة وستة وأولى إعداد وكل حاجة، ومش شرط دروس خالص. عشان اللي يقول أنا بودي لابني في أكتر من مادة، أصل أنا خايفة بوديه عند المدرس اللي عنده في المدرسة أصل معاه 70 درجة لابني، وبوديه عند مدرسة كذا سمع عنها شاطرة، وبوديه عند مدرس فلان عشان كذا. طبعا ما نعتبرش بالحاجات دي كلها. ال70 درجة ابنك لو شاطر ومتأسس كويس هياخدهم، لأن ابنك حالل، فإيه اللي هيمنع مدرس اللي هو يحط له الدرجة؟ وكلام الاستقصاد وكلام اللي هو حاطط ابني في دماغه وبنت في دماغها والكلام ده كله ما تحطش في دماغ خالص. المدرس ماهوش يعني للدرجة ده عشان 40 طالب قدامه ولا أكتر من 40 طالب في فصل وكم حصة اللي هو يقعد يحط ده في دماغه وده في دماغه والكلام ده كله. ابنك أو بنتك هما اللي بيوصلوك المعلومة كده أو الصورة دي كده، حتى لو بيحطوهم في دماغهم. طالما ابنك أو بنتك ملتزمين وشطار، ايه اللي هيخلي مدرس يعمل فيهم حاجة وحشة؟ يعني مدرس هيضربهم او هيزعق لهم ليه وهم اساسا ملتزمين وشطار؟ يعني مش هيلاقوا اي حجة بقى اللي هم ايه يتلككوا بيها ليهم يعني. فاهم حاجة ابنك يكون متأسس كويس، درس واحد في كل مادة وممكن ما تديش خالص. انا كأم انا ما اديتش دروس خالص غير في مادة اللغة الانجليزية لاولادي، اللي هو طول المرحلة الابتدائية عادة خالص مع المنهج الجديد، وما شاء الله كانوا بيجيبوا امتياز. فهي مش شرط خالص مدرس كذا عشان مدرس بيستقصدهم، او مدرس كذا عشان شرحه احسن، ومدرس كذا عشان يحط لهم درجات، ومدرسة كذا عشان جارتنا، والكلام ده كله ده كله تضييع في وقت اولادك وفلوس مهدرة على الفاضي. فالافضل ليكي هو مدرس واحد في كل مادة، او لو حابة انت تشرحي له المادة دي وتذاكرها له لانك يعني عارفاها او حاساها سهلة ومش محتاجة درس،
فذاكرها له في البيت طالما معاكي الكتب الخارجية وقنوات اليوتيوب والقنوات التانية، مش مخليها حد محتاج حاجة أو محتاج اللي هو يدور على حاجة، كله طبعا بيلاقي الشرح وبيلاقي كل حاجة واكتر من مدرس، يعني مش مدرس واحد، لا ده اكتر من مدرس. يعني لو ما عجبكيش مس اماني هيعجبك مس عبير، هيعجبك مستر مش عارفه ايه. فهتلاقي قنوات كتيره جدا شارحه المنهج، فاجتهدي كده وربنا يعينك على طول، واطلبي من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق. لان انت لو يعني لو عملت ايه كده وربنا مش رايد اللي اولادك دوت يتوفقوا، مش هتوفقوا. فتطلبي من ربنا سبحانه وتعالى اللي هو يعينك على تربيتهم على طول، واطلبي منه اللي هو يوفق اولادك، وربنا يوفقهم جميعا يا رب، اولادك اولادكم واولادنا جميعا يا رب العالمين. والى اللقاء.